هارت اتاك فتح في مصر تقريبا 60 فرع، ودلوقتي فتح فرع في دبي. فتعال نقارن بقى فرع في مصر وفرع دبي. في مصر الاوردر خد 25 30 دقيقه، الاوردر تقريبا خد ربع ساعه نقول ماكسيمم. تبقى اول حاجه بقى الفرايد تشيكن الاساس عندهم بقى، فطعمه حلو قوي. كان عندهم بقى جار جبنه ونافوره، دلوقتي عملوا بقى الجديد منه اللي هو ايه بقى حنفيه. كواليتي الجبنه خطيره. الفراخ في مصر ودبي الاثنين نفس الكلام. صوص البوفالو سبايسي ده صوص البرمجان، كواليتي البرمجان عالمي. تشيكن وينجز كطعم وكواليتي وحجم البيس نفس الكلام، بس الفرق بين هنا وهنا اختلاف الصوصات. جبت اكتر 3 سندوتشات بتتباع عندهم. خش على اول واحد بقى البيف برجر، طعم البرجر لطيف. نختم بقى بالفرايد تشيكن، ساندوتش جامد الصراحه. برجر سماش، ساندوتش ده عملاق. في دبي بيعملوا البرجر سماش، اما في مصر ما بيعملوش سماش. في دبي بيحطوا في النص عيش، في مصر بيبقى القطعتين فوق بعض. نختم بقى بالريزو، الرز مستوي حلو قوي بس غالبا معمول برز بسمتي. في مصر الرز عادي، اما في دبي رز بسمتي اصفر. من الاخر بقى هارت اتاك من 60 فرع في مصر لحد ما وصل الامارات وبالتحديد الجي بي ار، وكمان فرع جديد في الاردن. لا ده كده هارت اتاك هيغزو العالم. فسيف وشير الفيديو ومنشن لصاحبك.